صباح النور، كنتمنى أن هذا الفيديو لقاكم في أحسن الأحوال. أولًا كنشكركم في الفيديو السابق التعاليق كانوا تأكدت بأن الناس اللي متبعيني من طنجة حتى للقويرة ما بقات حتى مدينة مستثنية أنها ما متبعاش الفيديو ديالي، وكنتمنى أنني نكون وصلت لكم واخا غير شوية من داك الشي اللي كنعرف. واليوم قبطاني الضحكة أنني حضرت واحد الطريحة ديال البيتزا. علاش حضرت هاد الطريحة ديال البيتزا؟ باش يبقى لي الوقت نصور معكم شي حليوات د العيد بحال اللي الناس كتبغي دابا تحضر حليوات د العيد. ان شاء الله غادي نحضروا حليوات اللي غادي يكونوا ساهلين وبكميه كبيره، وعاد نديروا عاود شي حاجه بريستيج الناس اللي باغيين يتعلموا الحلوه يبيعوا فيها ويشريو. المهم هاد البيتزا هادي اليوم راه العجين ديالها هو الاهم. هاد العجين هذا راه ديال الناس اللي متمكنين من البيتزا وباحترافيه. غادي نعطيكم الوصفه، راه بزاف الناس اللي تبعوا هذه من المتتبعين ديالي وعجباتهم وجات رائعه. العجين عرفتي لان البيتزا هي العجين، اما داكشي اللي كنديروا في وسط منها راه اي حاجه لحتيها في البيتزا كتجي بنينه. المهم هي العجين، تبعوا عفاكم الوصفه من الاول حتى الاخر. انا هنا درت وحده بالكريم فريش والفطر والسبانخ، وحده درتها بالكاتر فروماج اي بالجبن بربعه، وحده درتها بالخضر، وحده اللي غنحضر معكم اليوم. باش غادي نحضروه عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي 200 غرام ديال الفينو. بالنسبه انا كيعجبني نخلطهم بجوج، باش ما كاين اللي بغى يدير الدقيق الابيض بوحدو يديرو بوحدو. عندي 18 غرام ديال الملح، وعندي 13 غرام ديال الخميره الفوريه، وعندي واحد المعلقه ديال السكر حبيبات. اللي بغى ما يديرهاش يدير معلقه د العسل. غادي نخلط داك السكر مع الخميره ونخلطو بالماء. عندي هنا بالنسبه للماء عندي 550 غرام ديال الماء. غادي نخلي لكم بالكاس د العنبه في صندوق الوصف، وغادي نخلطهم ونخليهم باش تذوب لنا الخميره. الماء يكون دافي شويه دابا حيت الحال بارد. الا كان الحال سخون نخليوها غير زعما في حراره معتدله د المطبخ. نبداو نخلطوا في العجين ديالنا. صدقوني ان هذا العجين كيجي رطب، وفي نفس الوقت فيه واحد القرمشه بحال ديال المحلات الكبرى، ماشي المحلات، لان هذا العجين انايا راه عرفتي بقيت كنقلب عليها حتى طحت في هذا العجين اللي عجبتني، وزعما بغيت نوصلها لكم. ملي تكون شي حاجه صدقات او عجباني كنحاول انني نوصلها لكم. هنا غادي نحاول نخلط بالماء، عاد نضيف الزيت من بعد. انا تعمدت انني نخلطها غير بيديا، مع انني عندي الروبو عندي تيرموميكس، ولكن قلت بالناس اللي ما عندهمش العجان او تيرموميكس نوري لهم بانهم طريقه صحيحه باش غادي يخلطوها. ضفت غير النص ديال الزيت وخليت النص الاخر، وغادي نحاول نبقى ندلكها شويه، ندخل فيها هذاك المهم تنحس بها تجمعات بين يديا. بالنسبه للناس اللي عندهم تيرموميكس غادي يديروا هذه العمليه ويديروها واحد 2 دقائق، بيتريساج 2 دقائق. هاد العمليه الاولى حيت هو راه هاد العجين فيه بزاف ديال العمليات، غير خاصنا شويه الصبر. لا بغينا الحاجه تصدق لنا زوينه خاصنا شويه الخطر وشويه ديال الصبر. حيت هاد العجين كيبغي يتدلك باش كيخرج لنا الجليتان اللي فيه، خصو باش تولي العجينه الاستيك. المهم كيبغي يدلك زعما الناس اللي ما عندهمش تيرموميكس او العجان. بالنسبه للناس اللي عندهم العجان الكهربائي، مور الاولى غادي ديروا واحد 4 دقائق هذه في بنصف درجه اولى، وعاد من بعد تزيدوا الزيت عاود النوبه الثانيه وديروا السرعه الكامله 6 دقائق. هنا انا غادي نغطيها واحد شويه، تقريبا واحد 6 ل 7 دقائق، نخليها ترتاح وغادي نعاود نكمل العمليه. هنا دابا ضفت الملحه وغادي نكمل الماء، ما درتوش كامل بحال غادي نديروا داك العيون اللي كنا كنديروا شحال هذه كندبزوا العجينه. بالنسبه للناس اللي عندهم تيرموميكس درنا مر الاولى 2 دقائق بيتريساج، غادي نزيدوا واحد 2 دقائق اخرين، وغادي نزيدوا داك شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه، وغادي نزيدوا داك اللي بقى الزيت، وغادي نعاود نديروا واحد 2 دقائق اخرى.
بيتريساج 2 دقايق بيتريساج. هنا كنعطيوها كنحاولوا نجمعوها مزيان. ها نتوما راه الديك ديالنا البلدي على حقه وطريقه. انا راه خدامه معاكم زعما، واخا كنقول زعما كان يمكن لي نديرها في تhermomix ونوض نايضه، ولكن قلت زعما الناس اللي ما عندهمش نحاول انني نهيئها غير بيديا، باش لان الاغلبيه ما عندهمش تhermomix او العجان. عاوتاني غطيتها واحد تقريبا 6 دقائق اخرى ونعجنها. عاوتاني نخليها نغطيها، ندهنها ورا باقي خليت شويه الزيت في الكاس، كندهنها كندير هاد العمليه واحد 2 نوبات، والثالثه صافي عاد كنقطعها، لان هذه بحال الشكل ديال الورقه باش تخرج داك الجلوتين اللي فيها او النشا ديالها. خصنا باش نخرجوه كنخليوها ترتاح شويه ونعاودو نرجعو نخدموها. واحد 2 د العمليات كنديروهم ماشي بزاف. كتكوني كتقضي شي حاجه في الكوزينه وكديري لها داك الدليكه هكايا وتمشي وتعاودي ترجعي لها، ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه بزاف. دابا انا قلت لك درت هذيك العمليه، درتها 2 نوبات. الثالثه صافي، دابا الثالثه غادي خليتها واحد تقريبا واحد 10 دقائق وغادي نقطعها. انا هنايا ما غاديش نخمرهم عاد نقطعهم، غادي نقطعهم عاد نخليهم يخمروا. بالنسبه للعجين خرجت لي تقريبا كيلو وربع ديال العجينه، عطاتني 6 د القطع فرديين. الا بغيتيو ديروا غير نص الكميه كنتي قلال غادي ديروا نص الكميه تخرج لكم 3 د البيتزات. انا اليوم غادي ندير داك الطريحه وغادي نتهنى. كتعرفوا الاسبوع الاخير ديال رمضان الناس كتبغي ما تاتش قاده دير حتى حاجه لا توجد ولا دير هذه شويه وهذه شويه. غادي ندير داك 4 ديال الطريحات مدوبلين، تقريبا ندوبل العجين وغادي ندير 4 طريحات، غادي ندير 4 بيتزات كبار ونقطعهم ونتهنى. واللي بغى يديرهم فرديا راه خليت لكم القياس هو هذا ديال الفرديين. من بعد ما تشكلوا العجين ديالكم عاد تخليوه يخمر حتى ل3 سوايع. يمكن لكم تعجنوها حتى في الليل وعاد لا غد ليه زعما تصاوبوها، لان هاد البيتزا كون مرتاحه تكون مكان افضل. بالنسبه للصلصه كانت عندي مركز الطماطم اللي حضراه في البيت، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. درت شويه ديال الزعتره، درت واحد 3 دويمات من داك الريحان اللي فات اللي حضرته معكم في الحصه الماضيه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال زيت الزيتون. صافي هذه هي الصلصه، ما كيكون فيها غير هادشي، الريحان، الزعتره، الابزار والملحه وشويه الثومه. كنحركها شويه حتى كنديوها ونجيبها. اللي بغى يزيد فيها مركز الطماطم يزيد فيها مركز الطماطم، انا كنبغيها تبقى طبيعيه. هنا العجين ديالي من بعد ما ارتاح واحد 3 السوايع تقريبا وخمر عاد غادي نهيئوه. هانتوما شتيو الطريقه كيفاش غادي نحضروا. هنا تقريبا راه بحال عندي داك العجين هذاك اللي عندي قسمته انا على 3. بالنسبه للناس اللي كيبغيوها غليظه شويه غادي يقسموا العجين على 2. انا بيتزا ما كنبغيهاش تكون غليظه، كنبغيها تكون ماغ، شويه د العجينه تكون. كون ما قللنا من العجين كون ما كان افضل. هنا انا نسيت ما درتش ورق الطهي، دائما فرشوا ورق الطهي هو الاولاني. غادي زعما نستدرك الموقف. هانتوما شتي غادي نلوي العجين ديالي وغادي ندير ورق الطهي من الاسفل، عاد نطلق فوق منه العجين. راه شتيو السمك ديال العجين رقيقه بزاف، وبحال اللي قلت لكم الناس اللي كتبغيها غليظه غادي يديروا العجين غليظ. انا هنا بالنسبه للجوانب عاد غادي ما نخليهمش هكاك. الجوانب هانتوما غادي تتبعوني، لان داك الجوانب في الغالب ما كيتكالوش. كيبداو انا بعدا ولادي كيبداو يحيدوهم وياكلوا غير الوسط. علاش كنلعب معاهم انا كندير داك شويه ديال الفرماج في الجناب، ملي كيعرفوا فيهم الفرماج كياكلوه. هنا درت الجبن، انا خلطت ما بين موتزاريلا وما بين ايمونطال او فروماج غوج او اي فرماج عندكم. غادي ندير شويه في الجوانب حيت ملي كيعرفوا كاين الفرماج الجوانب كياكلوه، وكيجي حتى الشكل د البيتزا كيجي زوين فيها. صدقوني الا تبعتوها الطريقه ديال البيتزا غادي ما تاخذش منكم الوقت بزاف. كتكونوا حضرتيو العجين يا اما في الليل او الصباح، وفي داك قبل الفطور عاد تشكلوها وعاد ديروها باش كتاخذوها سخونه. انا خديت هذا الزعتر هذا بيو، ما فيهش كاع المواد كناخذو من الدومين.
غادي ندير الفرماج، درت فوق منه شوية ديال داك الزعتر الطري. هاد الزعتر الطري راه لا مقارنة مع اليابس، كيجي المذاق ديالو باين. كيمكن لكم ديروا حتى واحد اللي بغى يدير مطيشة يدير مطيشة، أنا كنكتفي غير بالجبن والزعترة، وكندير واحد الخويط ديال الزيت الزيتون. دائمًا الفخوماج مع زيت الزيتون كيعطيه واحد التعليكة وكيجي زوين. دابا غادي نطوي داك الجوانب، شتي كنطوي ونقرصهم. دابا هاد الجنيبات غادي يتكالوا اليوم حيت فيهم الفرماج. بالنسبة لهاد العجين هذا كيمكن لكم تحضروه بالقمح الصلب زعما بالزرع. راه فايت لي حضرت معاكم، غادي نخلي لكم الرابط كيفاش تحضروه بالزرع. بزاف الناس اللي في التعاليق يقول لك عافاك واش يمكننا نديروها بالزرع؟ كيمكن لكم ديروها بالزرع وكتجي رائعة وكتجي زوينة بحال هكا، حتى هي كتجي خفيفة و وهي هي بالزرع. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنا من بعد ما كنضغط على الجوانب، راه شتيو كيفاش ضغطت عليهم. دابا غادي نضيف الصلصة اللي حضرنا. الصلصة غادي نحاول نجزأها على البيتزا كاملة وما نكتروش منها بزاف. راه شوفوا ها انت كتبقى تقريبا غير شويه بحال كدهنوها باش ما كتجيش البيتزا محمضه بزاف. ها نتوما شتيو. الا كنتو غادي ديروا مركز الطماطم غادي تزيدوا واحد المعلقه ديال ماء العسل يا اما معلقه ديال السكر صغيره باش كطيح داك الحموضه ديال المطيشه. انا حيت درتها، انا في الغالب كندير داك الطماطم اللي كتكون طويله او لي طوماط سوريز ما كيكونوش محمضين بزاف. هنا بالنسبه للجبن انا خلطت ما بين الجبن موتزاريلا وايمونتال او الجبن الاحمر، تخلطوه دائما. الجبن هو مباشره مورا الطماطم. بزاف د الناس اللي كيخليو الجبن حتى للآخر، حتى كيديروا مثلًا لا غارنيتور أو داكشي اللي يزينوا به البيتزا ديالهم عاد كيديروا الجبن، وهاد الطريقة خطأ لأن الجبن كيبدا يري بحال كيبس، ما كتجيش فيه داك التعليكة وكيجي دايب وسايح. هنا خديت واحد البصلة وفلفلة اللي قطعتهم رهيفين بزاف، ضفت لهم شوية د الملحة، شوية د الابزار، شوية د زيت الزيتون، وغادي نعركوهم مزيان مزيان بيديا. أنا كنفضّل دائمًا ندير هاد الفلفلة والبصلة يكونوا طريين، باش ما كتجيناش داك البيتزا ديال البيتي، ما كيقول لك البيتزا البيتي بحال لا فيها تكتوكة ولا شي حاجة. هاد البصلة وهادي كتجي تقريبًا بحال ديال البيتزا اللي كنجيبوها من على برا أو البيتزا اللي كناخدوها من عند المحترفين. كنحاول نجزّأها عليها كاملة. الفوق بلا ما ديروا الفرماج، باش كتبقى حتى داك لا غارنيتور أو داك الخضار كيجيو واضحين وكيجيو باينين، والفرماج كيبقى بحال هاد لا غارنيتور بحال كتحافظ عليه أنه ما يتحرقش، كيبقى غير معلّق. هنا غادي ندير هاد الزعترة عاوتاني ندير فيها الزعترة. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش، أنا حيت عندي البيستو اللي فايت لي حضرت معاكم الأسبوع الماضي ما غاديش نخليه، غادي نديرو دابا. ضفت الطون. هنايا درت فيها الطون. كيمكن لكم ديروا فيها إما ديروها بحري، ديروا فيها شوية د الكروفيت، شوية د الكالامار. كيمكن لكم ديروا فيها الكفتة ما تقيموها ما والو. الكفتة غادي ديروا فيها غير شوية د الملحة والإبزار وغادي تهزوها ما تحمروها ما والو. غادي تهزوها وتحطوها طريفات هكاك. بالنسبة للناس اللي يديروا الدجاج كتديوه تجيبوه غير بشوية د الملحة وشوية د الموطارد وديروه من الفوق حتى هو كيكون إيمانسي. المهم أنا في هاد البيتزا هادي اللي بغيت نعطيكم هو العجين، أما لا غارنيتور راه كتبقى على شنو عندكم وشنو بغيتيو كيفاش على حسب الأذواق. بغيتيو غير هادي ديروها مثلًا تقسموها على 4، ديروا الربع ديالها ب ب ب ب طون، ربع ديالها عاود ديروه بالفرماج، المهم ديروها بحال 4 سيزون، وحدة في الخضار. المهم نتوما بالنسبة لا غارنيتور كتبقى اختيارية لكم شنو غديروا فيها. أنا هنا عطيتكم واحد الاقتراح ديال هادي بالطون وبالخضار، وانتم عاود لكم الاختيار شنو ديروا. هدا خديت واحد شوية ديال الطماطم الكرز اللي غادي نقطعهم دوائر هكا.
بالنسبة أنا الفرن راه درتو كيسخن على 250 درجة، أعلى درجة عندي. هانتوما أنا هنا غادي نضيف غير الطون. الناس اللي بغات دير بحال اللي قلت لكم كروفيت، دجاج، أي حاجة بغيتو ديروها ديروها. أنا درت الطون ودرت شوية ديال الدنجال اللي قبضتو درتو في الطوستور غير تشوى شوية مع شوية زيت الزيتون ومليحة وبزرة، وغادي نديروهم شوية هكا. كيمكن لكم تزيدوا معاه حتى القرعة الكورجات الخضرا، كتجي خضر وفيها en même temps داك الطون من السما، أو كيمكن لكم ديروها غير بالخضار، كيمكن لكم المهم بحال اللي قلت لكم لا غارنيتور كتبقى اختيارية شنو غديروا فيها الحشوة. بالنسبة لشتيوني أنا درت ما نديرش اللاطة تحت منها، حيت اللاطة راه درتها كتسخن في الفران، غادي تسخن تقريبا على 250 درجة حتى كتكون اللاطة سخونة مزيان. عاد كنطرحو فيها داك البيتزا باش كيجي الطهي ديالها بحال ديال تقريبا بحال ديال الفرن اللي خاص بالبيتزا. هنا هاد البيتزات اللي عندي أنا نقول لكم شنو دايره فيهم. وحده درت فيها القشده الطريه، ودرت معاها واحد 2 معالق البصله، درت معاها السبانخ، الفطر والجبن، وهي هذيك كانت راه فايت لي حضرت معاكم الحشوه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. حضرتها معاكم في اول رمضان يمكن. وبالنسبه لها الثانيه درتها بكاتخ فروماج، درت فيها شويه ديال الجبن د الماعيز، ودرت فيها الجبن ديال البغي، ودرت فيها موتزاريلا، ودرت فيها الفرomاج ايمونطال. المهم كاتخ فروماج اللي بغى يزيد البري يزيد لو بلو يزيد لو بلو حتى هو كيجي، ولكن في الغالب الناس ما كيبغيوش بزاف، اكتفيو غير بهاد الربعه بركه: البغي والجبن د الماعيز أو الجبن عادي وموتزاريلا، الله يجعل شي بركة. وحدة درت فيها غير الخضر، درت فيها القرعة والدنجال والفلفلة والبصلة ومشويين، ودرت فيها شوية ديال الفطر، وهذه كانت غير تقريبا بالخضر. وحده بحال اللي حضرت معكم اليوم درت فيها الطون ودرت فيها هذا. وانتم داك الساعه بحال اللي قلت لكم لا غارنيتور غتفننوا فيها. راه عطيتكم الصلصه، عطيتكم العجين، داك الساعه نتوما ديروا الحشوه او داكشي اللي بغيتيو. من بعد ما طابت هانتوما شتيو الشكل ديالها كيفاش كيجيو داك الجنيبات منفخين وزوينين وفيهم الفرماج. وغادي تقسموها على حساب بغيتو ديروا قطع صغيره بغيتو ديروا قطع كبيره. داك الساعه نتوما على حساب شنو موجدين في الفطور. كان الفطور ما فيش شي حاجه كثيره راه غادي ديروا القطع كبار. كان الفطور زعما متنوع راه غادي ديروا غير تقسموها على 12 ولا على 14 ولا شحال ما بغيتيو. انا بغيت نوريكم هنايا غير داك الجنيب كيفاش كيجي فيه هذاك الجبن. هانتوما شتيو كي كيجي داك الجنيب ديالها، كيجي عامر خاوي وزعما مهوي وفيه الجبن. كانت هذه هي التشكيله ديالي او الطريحه ديال البيتزا ديالي اليوم. كنتمنى ان الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره مرحبا بكم فيها، والاوفياء ديالي ما تبخلوش عليها باعجاب والتعليق الزوينه ديالكم. والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.